الحقيقه انا مستغرب جدا جدا من بعض الزملكاويه او صفحات الزمالك برضو، ان هما بيدعموا بيراميدز وبيشجعوا بيراميدز وبيدعموا بيراميدز. يمكن ممكن يدعموه اكتر من نادينا احنا كزمالك. يعني حاجه غريبه ومستفزه جدا. رغم ان انا لما بقعد افكر مع نفسي كده او اقعد افكر مع اي حد من زمايلي اقول لهم انا دلوقتي شايف الاهلي بيدعم بصفقات وعنده استقرار، بيفوز ببطولات عادي جدا، ما تاثرش ابدا بوجود بيراميدز، بل بالعكس ده استفاد بوجود بيراميدز بسبب المنافسه بقت اقوى، فهو بقى في منافسه فهو بقى بيدعم اكتر. استفاد اكتر كمان بموضوع الصفقات اللي بيراميدز بتعملها، فبدأ ان هو كمان يجيب صفقات اقوى من بيراميدز عشان يقدر ان هو يكون موجود على الساحه. فهنا التأثير مش على الاهلي خالص سلبي، لا هو التأثير سلبي علينا احنا كزمالك. فانت بتدعم بيراميدز ليه وبتشجع بيراميدز ليه يا معلم؟ احنا اللي مفشوخين مش الاهلي. الاهلي هو ما بيكسب الدوري عادي جدا، انت فين كزمالك؟ انت موجود فين انت كزمالك؟ لما بيراميدز تلاقيها بتاخد الكاس مصر ولا بتنافس على الدوري، بقت هي مكانك اساسا في اخر نسختين من الدوري المصري، هي بقت مركز تاني، وهي اللي بقت بتشارك دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، وهي اللي بتصعد اساسا من دور المجموعات، بعد ما انت اساسا حتى لو كنت بتروح دوري الابطال فاحنا ما بنعرفش نصعد دور المجموعات. ما نعرفش نصعد منه، بنفضل منتخين فيه، ما نعرفش نروح لدور الثمانيه غير في كل كام قرن. فوجود بيراميدز من وجهة نظري انا بتضر الزمالك مش بتضر الاهلي خالص، بل بالعكس ده حاجه مستفيده للاهلي. الاهلي بقى لقى فيه منافس قوي بدل ما يبقاش حد خالص. فدلوقتي وجود بيراميدز بسبب الصفقات كمان، لان انت لو تيجي تبص على الصفقات فهتلاقي ابرز الصفقات اللي كان الزمالك عينه عليها وعاوز يجيبها بيراميدز خدتها مننا. المنافسه، بيراميدز متفوق عليك ان هو بيبقى كمان تاني الدوري، مش عارف تلعب دوري ابطال افريقيا. فايه المبرر ان احنا ندعم بيراميدز؟ وايه المبرر ان احنا ندعم ونشجع فريق بيراميدز وندافع عنهم؟ ما يولعوا، ما يغوروا في داهيه. هو انا مالي بيهم يا معلم؟ انا مالي بيهم؟ انا خليني في فريقي انا بالعكس انا اتمنى فريق بيراميدز ده يغور في داهيه ويفلس واللعيبه دي تمشي ليه؟ لان هم قوه ومؤثرين عليا انا. فلما يمشوا او يقعوا او يحصل لهم اي مصيبه في حياه في الدنيا اللي هم فيها دول، انا كده هستفاد ليه؟ لان خلاص المنافس ده هيبدا ان هو يقع، فانا ابدا ان انا اشم نفسي عشان ابدا اخش في المنافسه مع الاهلي. فهو ده التفكير الصح. لكن انت عارف انت مشكله الزملكاويه ايه؟ او بعض الزملكاويه 90% منهم ان هم عاوزين اي حاجه تعكنن عن الاهلي. فانت هتعكنن على الاهلي، هتعمل اي حاجه تاذي الاهلي، انا معاك. مش مهم انا بقى مصلحتي انا كزمالك، لا مش مهم. اهم حاجه ان انت ايه، ترخم عليه وخلاص. رغم ان انت برضو هتلاقي الاهلي وبيراميدز، الاهلي هو اللي بيحط على بيراميدز. هتلاقي المواجهات المباشره كلها الاهلي متفوق، الاهداف الاهلي متفوق، البطولات الاهلي متفوق. هات لي بطوله مباشره الاهلي وبيراميدز مع بعض كده بيراميدز كسبت الاهلي؟ مفيش. فانت هنا فين المعكننه؟ حتى دي كمان انت خاسرها، بتحرق دمك على الفاضي. فوجود بيراميدز هي حاجه سلبيه علينا احنا كزمالك، مش على الاهلي خالص، بالعكس هي ايجابيه على الاهلي. لكن تفهم مين وتقول لمين؟ كفايه بقى.